الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية أجد نفسي سعيدا أمام هذه الوجوه الطيبة الكريمة الجميلة الرائعة في هذه المداخلة الافتتاحية. قبل البداية في هذه المداخلة الافتتاحية يسعدنا جدا حكاية بروفيسور ارتقى إلى رتبة أستاذ التعليم العالي عن جدارة واستحقاق وتميز، وهذه الرتبة السامقة هي نتاج مسار علمي ملحمي ونتاج نضالات كبيرة. فالجمع بن حركات كان لي الشرف العظيم أنني درسته في الليسانس طيلة 4 سنوات، ثم بعد ذلك تخرج وذهب إلى التدريس في الثانوي في بئر العاتر وقضى سنوات عديدة في التدريس، ورغم ذلك بقي حامل لهذه الشعلة، لهذه الطاقة الأكاديمية العلمية، وما لبث نجح في مسابقات الماجستير وعاد إلى الجامعة لينجز رسالة الماجستير بإشرافي. كان لي الشرف العظيم أنني اشرفت على رسالة الماجستير التي قدمها في الأدب الجزائري. نعم، اجتهادي بن شهيد. نعم. ثم لا ننسى أن الأستاذ الجمعي ابن شهيد وعانى مرارة اليتم وصعوبة الحياة، عانى حياة مريرة وصعبة، كان يجابه في كل يوم الفقر واليتم والحياة الصعبة، ولكنه استطاع بإرادة فولاذية، بعزيمة، بإصرار وبقوة أن ينتصر على كل هذه العوائق وأن ينجز في البداية رسالة الماجستير، ثم بعدها حضر لرسالة الدكتوراه. بعد سنوات تمكن من إنجاز رسالة الدكتوراه بامتياز، وبعدها رشح تتويجا لهذا المسار العلمي الأكاديمي الصعب الملحمي، توج برتبة أستاذ التعليم العالي، برتبة بروفيسور، ونحن نهنئه على هذه الرتبة، على هذا التتويج. ونرى كما أشار منذ قليل زميلنا أعتقد عبد الرحيم بأن المسار، بأن الملحمة، بأن الرحلة لا تزال متواصلة. عليه أن يصل إلى نهاية المطاف وأن يتوج برتبة أستاذ متميز بعد 22 سنة من حصوله على مصاف الأستاذية. نعم، نعم. إذن المسار مسار جمع بن حركات مسار ملحمي، وهو يتصف بدماثة الأخلاق، بالوفاء، وبحبه للفقراء وللخيرين، وهو يشع بنوره على جامعة باتنا، وهو رمز من رموز هذه الجامعة. فنتمنى له ملحمة أخرى ينجزها في هذا المجال، ويحتاج منا إلى تصفيقة حارة. والآن نهديه هذه الهدية، يقدمها كل من البروفيسور محمد صالح الجاي والأستاذ محمد صالح الجاي. نرحب به، إنسان متميز، هو مدير جامعة السابق، وقد اطلع بهذه المهمة في ظروف صعبة، في وقت الإرهاب، في وقت
المعاناة، ولكن رغم هذه الظروف الصعبة كان أحد رواد الجامعة الجزائرية وأحد مؤسسي الجامعة الجزائرية، واستطاع أن يصل بالجامعة الجزائرية إلى مصاف عليا، فله منا تصفيقة حارة. يشارك معنا في هذه الاحتفالية والتكريم السيد عميد الكلية الدكتور عبد العزيز فضل الجمعي. وسام تفضل. تفضل دكتور الجمعي. هذا وسام الشرف مهدى من مخبر المتخيل الشفوي باعتبار الاستاذ الجمعي او الدكتور الجمعي او البروفيسور الجمعي كان مديرا سابقا لهذا المخبر. تكريما له ووفاء من اعضاء واسره المخبر قدمت هذه الاسره هذه التحفه هديه للاستاذ الفاضل المحترم زميلنا حبيب الروح كما يقال، هو حبيب كل الطلبه. هذا الأستاذ قد أغنانا عن مساره الدراسي ومساره المهني. هو أحد مربي الأجيال في وزارة التربية الوطنية، كان أستاذا ناجحا في وزارة التربية الوطنية، وهو أستاذ ناجح في وزارة التعليم العالي. إذا تحية تقدير وإجلال وإكرام لزميلنا وصديقنا وحبيبنا، وهذه الوسام مهدى من مخبر المتخيل الشفوي، فبالبركة عليك أستاذ. أركب الأستاذ متميز. عود مليسة. لو أبدأ الكلام لا تخشى الجمعي لا تكون له أي جهة، لأنه عرفته منذ ميلادي. وهل تتذكر إذا انخطت في حجري من حفل ذكر الملاذ ما بقاش كان يحبوا والو، لأنه كنا جيران، كنا تقريبا عائلة بيت واحد، وعشنا كل المآسي هذه يا رب وحرمان ولا داعي هكا. تنجموا تخيلوا قد ما تنجموا تخيلوا ما تعرفوش واش عاش سيدي، والحمد لله. وهذا هو الشيء اللي يكون الراجل واللي يخليه ما يفشلش وديما يرفع التحت. والحمد لله. وهذه قالوا لك العقوبة بروفيسور الياس ما كان له. انا اسمحوا لي نحكي لكم حكايه. استاذ نجاي كنا دار وحده، تحكي لي ما ربي يرحمها. انا في عمري عامين وحنا نسكنوا في زنقه في الصيف. انا وعندك الفيشينيك الوحيد عند الله، وعندي زوج خواتاتي، وحده توفات معلمه وحده ربي يطول عمرها. مالا صيف خرجت تشوف في هذوك الشباب يتكيفوا، هزت يديها لربي قلت له يا ربي كبر لي الجمعي ويتكيف الدخان. من هنا الوالده ربي يرحمها واش تقول لي؟ ولدي هو تعبك شويه الدخان
نحيه نقول لهم باخي انت اللي دعيتي لي الله شكرا